الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا على الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، حي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه اللحظة المباركة أن يجمعنا مع حبيبنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. كما لا يخفى عليكم أيها الإخوة، نحن اجتمعنا إسعاف، وهذه السيارة تبرع بها أحد المحسنين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يجازيه عنا خيرا، وأن يبارك في جميع المحسنين أينما كانوا وحيثما وجدوا. وهذه السيارة سلمت لهذه الجمعية المباركة، جمعية التواصل من أجل البيئة والتنمية المحلية بالناظور. إذن هي الجمعية معروفة عندكم ولله الحمد، ويرأسها الأخ رشيد بن شلال، وهو غني عن التعريف ومعروف عندكم، وهو الحمد لله يتحرك كثيرا في الأعمال ديال الخير، جزاه الله خيرا. وكل من كان سببا في هذه الأعمال، فالله سبحانه وتعالى وعد المحسنين بالأجر الكثير، والإحسان يدخل في هذا وفي غيره. قضية الإحسان تدخل في هذا الباب وفي غيرها من الأبواب، لكن هذا الإحسان هذا في الحقيقة هو قل من يفعله من الناس. بعض الناس غافلين عن هذا الإحسان، هذا ما يسمى بسيارة الإسعاف أو كذا. إذا بعض الناس ما كيعرفوش هذا، كيعرفوا على أن الخير هو دير الخير في شي حاد كذا إلى آخره. هناك طرق ديال الخير كثيرة، لكن هذا الباب الناس واحد العادات ما كيعرفوش القيمة هذا العمل هذا. وقال حكى بعض الإخوان قبيله مسكين، قال لي راه في كورونا راه عمل 16 رحلة للرباط، 16 رحلة في ديك المرض ديال كورونا. وهذا
هذا عمل جيد جدا باش الانسان يقوم بهذه الاعمال هذه، ما ينعس ما يدير حتى حاجه، هذا راه عمل كبير ولله الحمد. اذا الله سبحانه وتعالى يامرنا بالمسارعه الى الخير وبالمسابقه الى اخر الايه. اذا هذا الخير له اجر عظيم، كل من كان سببا في هذا الخير وفي غيره من اوجه الخير ايضا، فالله سبحانه وتعالى يدخله في هذه الايه الكريمه. يحضر معنا كثير من الاخوه الحمد لله اللي كيساهموا في هذه الاعمال الخير، ولا سيما نحن ان شاء الله عز وجل الجمعيه المباركه قد خصصوا بعض الجوائز ليسلمونها الى بعض الاخوه ان شاء الله في هذه الساعه المباركه. فنترك الكلمه ان الاخ رشيد قد يقول لكم واحد الكلمه بسيطه، لانه هو صاحب هذا المشروع ان شاء الله ويرأس هذه الجمعيه. قلت له غيقول هذه الكلمه باش ما كان يا بالشلحه يا بالفرنسي غيقولوا صافي. هو جمال هو اللي غادي يقوم بتوزيع هذه الجوائز حسب اللائحه اللي عنده ان شاء الله. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالمناسبة تنظيم جمعية التواصل من أجل البيئة والتنمية المحلية بالنظام تسليم سيارة إسعاف وضعها رهن إشارة العمل الجمعوي والخيري. الشكر الجزيل الأخ، نشكر الشكر الجزيل الأخ رشيد أزكواغ، ما يسمى رشيد بن شلال، ذي الجمعية الناس نشكر الإخوان اللي كيسيتجان الأعضاء كوريج جن سيسم النس